الفيلم كيبدا مع المحققين ميسون وصاحبه جايل اللي ماشيين يطيحوا بعصابة خطيرة كيسيرها فيكتور وخوه كريفن. كيوصلوا المخزن مشبوه وكتنطلق مواجهة عنيفة بالرصاص. جايل كيتصاب في رجل، لكن ميسون كيقاوم حتى كيجي الدعم وكيتشد فيكتور. وهو خارج مقيد كيهدد ميسون بالانتقام. ميسون كيرجع للدار كيلقى مراته كتفاجئو بخبر زوين، هي حاملة. فرحته ما كتكملش حيت كيعرف أن فيكتور خرج من الحبس بسبب نقص الأدلة. كيعيط لمرته باش يطمن عليها، ولكن كيتصدم حيت اللي جاوبو هو فيكتور اللي قال ليه أنا عند مرتك. ميسون كيجري للدار، لكن كيوصل متأخر وكيكتشف أن مراته ماتت. الحزن والغضب كيحولوا الماكينة ديال الانتقام. ميسون كيمشي لدار كريفن وكيصفيه، والبوليس كيشدوه وكيتم إرساله للحبس اللي فيه فيكتور. منين كيدخل السجن كيلقى راسو وسط جحيم. فيكتور هو الملك والمدير، مايكل متواطع معاه. ميسون كيبقى عرضة للهجمات، ولكن بشوية بشوية كيبدا يصفي أفراد العصابة واحد بواحد. الفوضى كتعم السجن، المحابيس والحراس كيتقاتلوا، الرصاص والدم في كل مكان. وسط هاد الجحيم كيتواجه ميسون مع فيكتور في مواجهة أخيرة شرسة. القتال كيكون عنيف، لكن الغضب ديال ميسون كيغلب. كيذبح فيكتور وكيصفي الحساب بيديه قدام الجميع. في الأخير المؤامرة ديال مايكل المدير كتنفضح والبوليس كيشدوه. ميسون كيخرج من السجن محطم من الداخل بعد ما فقد كل شيء.